تالت مكونات عندك في البيت هتقدري تخلي اي شوز عندك قشطه وزي الفل بجد، من غير بقى اي تكلفه واي بقى افتكاسات. تعالوا بقى نشوف ازاي. زي ما انتم شايفين كده، مليت الغساله، حطي فيها بقى الشوزات، اي شوز عندك طبعا ابيض الفواتح، بجد هتخليها جديده اكنك لسه مشترياه دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين كده، احط عليه كلور. الكلور طبعا ده بتاع شركة كلوروكس، ده مهم جدا، بيخلي بجد الغسيل عموما تحفة قوي قوي، ما بيبوظش اي حاجة، بيخلي لونها كده يعني نفس اللون موجود، مش بهتان ولا اي حاجة، ما بيضرهاش. هاتي بقى كيس الاوكسي ده، تحفة بجد، تحفة تحفة. هتحطي كده نصه او اقل من نصه زي ما انتم شايفين كده، بجد هنسيبه بقى شويه. يا سلام بقى لو تغسلي بميه سخنه، يا سلام يا سلام، بجد هيخليها قشطه قشطه قشطه. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، لما تيجي تغسلي آه قبل ما تغسلي الشوزات طبعا بتبقى مبهدله من تحت، فبتشطفيها الاول. عايزه اقول لكم حاجه تانية، انا حطيت شويه من البرسيل الجل، عندك برسيل حطيه، مش عندك برضو نفس النتيجه. احط بقى شويه ملح، ده مهم جدا، بيطهر بجد، بيخلي ابيض قشطه اي شوز عندك. جربي بجد الطريقه دي، ان شاء الله هتعجبك قوي، مش هتبطلي ان انت تعمليها، حرفيا هتطلعيه زي القشطه، وبعد كده هتشطفيه وتنشريه. والسلام عليكم.